مع الخلاوي القرآنية، برنامج يأتيكم حصريا على قناة النجوم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم في خلوة بلال بن رباح مع برنامجكم مع خلاوي القرآنية، فنسأل الأولاد أو الطلبة الذين يقرؤون القرآن فنستمع منهم. تابعوا معنا ماذا يجري في داخل هذه الخلوة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمك الكريم؟ عباس إسحاق نصر. عباس إسحاق نصر. نعم. تقري لنا قرآن ولا تقري لنا حديث؟ قرآن. تقري القرآن الكريم. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عباس. نعم. ده سمين جيت في خلوة عندك كم سنة؟ ما أعرف. وصورتك شنو هسه من القرآن؟ ختم ولا لسه؟ ختم. لا ده عديل. وألم تشكر لسنة أنك تقولي لي شنو في قدام قناة النجوم؟ أشكرك كثير. ولأمك ما أبوك تقول لهم شنو؟ ممكن نشكرهم. أنا أقول شكرا من قناة النجوم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ حبيبة جبريل محمد. حبيبة جبريل محمد. تقري لنا حديث ولا تقري لنا القرآن الكريم؟ حديث شريف. تفضل. الحديث 11 بعنوان اترك ما شككت فيه، عن أبي محمد بن حسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريب إلى ما لا يريب. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بارك الله فيك. وحديث 40 ده حفظتي ولا لسه؟ حفظتي كلك ايه؟ الله ينفعك بيها ان شاء الله. وتشكر لي سيدنا حقيقة تقول لي شنو؟ شكرا له كثير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وإياهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبنى له قصرا في الجنة. بارك الله فيك. وللوالدين كي تقولي لهم شنو؟ أهلا وسهلا بهم، لولاهما ما جيت في الدنيا. شكرا لهم كثيرا. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين قناة النجوم ومع برنامج مع الخلاوي، حيث يستضيفنا الشيخ محمد نور محمد في خلوته خلوة بلال بن رباح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم جيناكم في خلوتكم خلوة بلال بن رباح، ونريد أن نسألكم أسئلتين أو 3. تمام إن شاء الله. مرحبا بالمجيء إن شاء الله. نترحب جميعا بمجيئكم إن شاء الله. بارك الله فيك. أيوة، السؤال الأول، هذه الخلوة منذ متى بدأت؟ تم تأسيس هذه الخلوة منذ عام 2007 شهر 11 بالتقريب لعام 2008 كده إن شاء الله. ما شاء الله، بارك الله فيكم.
لكم في هذه الخلوة نشاطات هكذا؟ نعم الحمد لله، هناك نشاطات يعني سنوية، وهناك نشاطات يعني تجرى في الأشهر، مثلا في الأخضري، في الأشماوي، وكذلك في حديث ياتو بجمرة، يمكن في أنشطة بسيطة كده موجودة. أي نعم. ما شاء الله. وهل تواجهون صعوبات في دراسة لهذه الأطفال؟ نعم يعني هناك صعوبات، لكن ما دام هذا الأمر بقى عمل هو داب الأنبياء وداب المرسلين، فالإنسان يصبر إن شاء الله، يواجه أحيانا من أولياء الأمور، أحيانا من الطلاب، يعني في مواجهات كثيرة موجودة إن شاء الله. نعم. هكذا نسأل الله أن يوفقكم في خدمة هذه الدين. نحن نعلم تماما أن التعليم هو شيء صعب، ولكن زي ما قلت هو داب الصالحين وداب العلماء. يجب لنا كلنا نسأل الله أن يوفقنا في تعليم القرآن الكريم. آمين جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. الكلام الأخير. الكلمة الأخيرة، نشكر جمعية النجوم ونشكرهم يعني شكر جزيلا، ولكن هذا الشكر يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شنو يعلم بقدره. فيقول عليه الصلاة والسلام: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له بالخير حتى تروا أنكم كافأتموه إن شاء الله. ندعو للجمعية تماما، صغارا وكبارا، رجالا وأناسا، والمحبين لهذه الجمعية، نسأل الله لهم السلامة والعافية ودوام الصحة إن شاء الله. هكذا. شكرا الشيخ محمد نور محمد. وفي الختام لا يسعني أن أشكركم جزيل الشكر، ونسأل الله دائما وأبدا أن يوفقكم في هذا الدرب الصعب، ولتلامذتكم نسأل الله أن يعلمهم علما نافعا لكي ينفعون به الأمة الإسلامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمك الكريم؟ عبد الله محمد عبد الله. عبد الله محمد عبد الله. تلي صوتك شوية كده. تقري لنا قرآن ولا تقري لنا حديث؟ حديث. تفضل. كيف تقري كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإذا فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. شكرا. انت حفظت حديث 40 ولا لسه؟ لسه ما يفز. ربنا يوفقك تحفظها ان شاء الله. لسه انك تشكر تريد ليش شنو؟ نشكر شكرا جزيلا، شكرا كثير مرة. وللوالدين تقول لهم شنو؟ الوالدين كلهم نشكرهم. وللقناة قناة النجوم والمشاهدين جاي يشوفوك ده تريد لهم شنو هم كلهم؟ هم ذات نشكرهم شكرتهم كثير. ما القدوم كلها. شكرا بارك الله فيكم وكل يشكرك كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ بطومة آدم عثمان. بطومة آدم عثمان. نعم. أنت تقري لنا قرآن ولا حديث؟ قرآن الكريم. قرآن الكريم. يلا قاعدين نسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. انت هسه مين جت جراي ده؟ عندك كم وقت ولا مين قاعد في جراي عندك كم وقت؟ ما تعرفي؟ 8 سنوات. وتشكر لي سيدنا جيك القراك توري لي شنو قدام قناة النجوم ده؟ والله نشكر جزيلا الشكر. وبطل ولي والدينك توري لهم شنو؟ والدينك تشكرهم. شكرا. خرجنا به من كل ضيق وكربة دكلنا مفاضا لا نرى دار ما رجا يهيج أشواقه لا ربيعه أهل